اهلا وسهلا، مرحبا بكم بنات. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم فيديو جديده. وكنقول لكم اولا عاوشركم بروكات تخليكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال الشباكيه، طريقه سهله ومبسطه لجميع البنات اللي مبتدئات اللي ما عمرهم ما داروا شباكيه. غادي يحضروها وغادي تجيكم شباكيه كتحمق. المقادير البنات اللي غادي نديروها هي هذه. غادي نحتاجوا واحد كاس كبير ديال الزنجلان. انا درت هنا نص سلافه. الزنجلان واخا تكثروا راه كتجيكم زوينه. المهم واحد يكون محمر واحد شويه ومطحون مزيان. واحد العقده ديال اللوز، واحد الكاس ديال عقده اللوز. كذلك غادي نحتاجوا 4 كاس ديال الخل، نصف كاس ديال ماء الزهر، كاس يعني مخلطه ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، ونص كاس ديال الزبده اللي ذوبناها وحيدنا لهذاك الماء ديالها. غادي نحتاج شويه ديال زعفران شعره اللي ذوبته شويه في الماء دافي، وكذلك معلقه ديال 2 معلقات صغار ديال القرفه، وجوج معلقات ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين مزيان ومغربلين، ومعلقه صغيره ما كاملاش ديال المسكه الحره دقيتها مع شويه المليحه، وكذلك واحد راس معلقه ديال الخميره ديال العجينه، وصافي كما قلت لكم قبيصه الملح اللي طحناها مع داك المسكه الحره. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. كذلك واحد بيضه اللي غادي نستعملو فقط الاصفر ديالها، الاصفر فقط هو اللي غادي نستعملوه باش هكذا داك الشباكيه ملي نكونوا كنقليوها ما تلقناش الرغوه في الزيت. نبداو دابا الطريقه ديال التحضير والطحين. كيف ما غادي نوريكم غادي ندير كيلو ديال الدقيق. تعرفنا على المقادير ونبداو دابا طريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الصحن وغادي نوضع فيه كيلو ديال الدقيق. من الاحسن بلا تغربلوه باش هكذا تفاديا يكون فيه شي حاجه، وكذلك باش يجينا العجين ديالنا زوين وما يكونش فيه داك الكويرات. غادي نغربل كيلو ديال الدقيق. الفورس دقيق العادي بالنسبه للبنات اللي في المانيا تيب ديال 405 احسن دقيق يمكنكم تستعملوه فين ما لقيتوه خذوه، راه الجوده ديالو عاليه. من بعد ما غربت الدقيق كيف ما كتشوفوا غادي نبدا. اول حاجه غنضيف النواشف. غادي نوضع راس معلقه ديال الخميره، اما اللي كتكون عندكم رطبه يعني معجونه، اولا هذه اللي كتكون ناشفه. غادي ندير واحد راس معلقه ديال الخميره الحلويات، معلقه صغيره ما كاملاش ديال المسكه الحره اللي غادي يعني نديروا فيها واحد الطريق قد المليحه وغادي ندقوها. وغادي نضيف 2 معلقات ديال القرفه. انا كنعاود معكم المقادير. و2 معلقات ديال حبه حلاوه اولا النافع اللي يكون مطحون ومدقوق، اولا تستعملوا داك اللي شاركت معكم في اليد راه واجد هذاك تديروا به تيجي به غزال كلشي سواء نسل اولا شباكيه. غادي نضيف 2 كيسان ديال الزنجلان. انا كنكثر الزنجلان لان الزنجلان كيجيبها لذيذه وكتجيبها فتيه على الشباكيه. تقدروا ديروا فقط 120 غرام ديال الزنجلان، 120 غرام الزنجلان و120 غرام ديال اللوز. اللوز تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش عندكم متوفر، اولا بغيتوا ديروا واحد شباكيه اللي تكون اقتصاديه يعني بلا ما ديروا فيها اللوز. انا حين المقادير عندي متوفره درت اللوز اللي كتجي به حتى هي زوينه ودائما كنديرها بها. يعني اللوز كتقبطوه كتسلقوه وكتفركوه، تسلقوه وتفركوه وتخلوه حتى ينشف وكطحنوه. صافي غادي نبدا نمسبس هاد المقادير هذه مع بعضياتها. غادي نحاول نخلطها مزيان باش كتنسجم كلها مع بعضياتها. الخماره، الزنجلان، داك القرفه والنافع كلشي غادي ينسجم مع الدقيق. ومن بعد نكملوا الطريقه ديال التحضير. دابا غادي نبداو نضيفوا السوائل. اول حاجه غادي نضيفوا كاس ديال الزيت. غندير واحد الحفره هكا مجوفه في الوسط وغنضيفوا الزيت. الزبده ديال اللي حيدنا لها يعني داك الحليب ديالها كنخليو فقط يعني الزبده مصفيه. كذلك غادي نضيفوا هذاك الزعفران شعره اللي ذوبته واحد شويه ديال الماء دافي، حتى هو غادي نضيفو هكذا نديرو باش كيطلق لنا داك اللون باش زعف يعني الشباكيه ما نحتاجوش نضيفوا لها ملون غذائي. وغادي نضيف نص كاس ديال المزهر وداك 4 كاس ديال الخل حتى هو كيعطيه واحد الهشاشه. صافي هنا غادي نضيف هاد المقادير هذه كلها وغادي نحاول ناخذ واحد الصحن كبير اللي غادي نقدر نخلط فيه هاد المقادير هذه، لان هاد الصحن هذا جاني شويه صغير على المقادير اللي عندي. ما ننساوش نضيفوا اصفر بيضه كيف ما شفتوني في اخر المراحل ديال اضافه المقادير. ضفت يعني صفر بيضه. صافي وغادي نبقى نخلط هاد المقادير هذه مع بعضياتها هكا باطراف الاصابع كيف ما كتشوفوا حتى نخلط كلشي وينسجم كلشي. من بعد عاد غادي نشوف الكميه ديال الماء اللي غادي
اللي غادي تجيني. يعني هنا كنحاول بحال اللي كنبسبس هادشي باش كلشي يدخل مع بعضياته، وداك العناصر كلها تنسجم مع بعضياتها، باش غادي تجيكم شباكيه ديالكم زوينه وبنينه وهشيشه. الا عندكم الاله ديال العجين غادي تقبطوا هذا الخليط هذا وغدوروا في اله العجين، غتخليوه يدور 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 بلا ما تضيفوا لا ماء لا حتى شي حاجه. يعني هكا يكون ناشف، تضيفوه عاد من بعد تكملوا له الماء وتعجنوه. الا ما عندكمش اله العجين غتاخذوا هذه الحكاكه هذه اللي السر ديالها هو ان كتجيب هذه الشباكيه يعني زوينه وهشيشه وكانها مدلوكه، ولان الشباكيه ما كنحتاجوش ندلكوها بزاف بزاف. داكشي علاش هذا هو العميل اللي كان اللي ولا يعني الهدف من هذه الحكاكه هذه اللي كندوز فيها. هذا الخليط كله كندوزو كيف ما كتشوفوا كامل، كندوزو في داك الحكاكه الغليظه صافي. ومن بعد عاد نبدا نضيف الماء شويه بشويه وانا كنعجن. شوفوا الخليط كله تخلط مع بعضياته، ما بقاتش يعني شي حاجه معزوله على اختها. غادي نبقى نعجن الخليط كيف ما كتشوفوا بداك المقادير اللي درت. الماء ما تزيدوش البنات الماء بزاف، محتاج تجمعوا داك الدقيق ديالكم بداك المقادير اللي درنا. يعني الماء زهر والخل والبيضه وداك شويه الماء اللي درنا مع زعفران شعره. من بعد عاد نضيفوا شويه الماء ونحاولوا نخليو العجينه تكون قاصحه. البنات كل ما كانت العجينه قاصحه كل ما الشباكيه ديالنا غادي تجي زوينه وغادي تجي هشيشه وغادي تساعدنا مزيان في العمل، وما غاديش تجينا يعني ما غاديش تعذبنا في الخدمه. كيف ما كتشوفوا المهم هنايا حاولت ندلكها غير واحد شويه باش ينسجم لي داك زعفران شعراء اللي درت. بعض المرات كيبقى في شي بلايصات اللي كاينين وبلايص ما كاينينش. المهم غادي ندلكها غير هكا هي بيدي بواحد شويه، زعما ماشي تحتاجوا داك الدليك بحال اللي كندلكوا العجينه، فقط غير تنسجم المواد مع بعضياتها وصافي. وغادي نبداو نسرحوا باش غادي نشبكوا الشباكيه ديالنا. غتتبعوا معايا المراحل حتى لاخر الفيديو، طريقه زعما سهله ومبسطه. من بعد ما حصلنا على هاد العجين متماسك بحال هاد الشكل هذا، وكيف ما كتشوفوا البنات راه قاصح، غادي نحاولوا نقسموا هاد العجين. من الاحسن نقسموه قطع صغيره، يعني كل ما قطعتوا قطع صغيره كل ما غادي تسهل عليكم الخدمه، وهكذا حتى العجينه ما غاديش تضيع لكم نهائيا. يعني وغادي تخدموا بطريقه يعني عقلانيه. هنا غادي نقبطوا هذاك القطعه ديال العجين اللي سرحناها. كيف كتشوفوا غادي تسرحوها بحال هاد الشكل هذا بهذا المدلك، يعني بهكا على شكل طولي وعلى شكل العرض وصافي. وغادي نديو لها جوج تنيات ونحطوها ترتاح. غادي نبدا نسرح كذلك القطعه الثانيه كيف ما كتشوفوا، نسرحوها شويه هكذا ماشي يعني بزاف. صافي وكنطويوها بحال غادي نطويو المسمن ونخليوها هكذا. الا بغيتو تخليو غير بهذا الشكل هذا، بغيتو تسرحوها يعني تزيدوا تسرحوها وتعاودوا تنيوها مره ثانيه كيف ما شفتوني دابا. هانتوما وليت عاود سرحتها من بعد ما تنيتها سرحتها وعاود تنيتها المره الثانيه. كتجي بحال اللي متنيه على 4 المرات هكذا باش كتجيكم شباكيه مجعبه وكتجي زوينه. هانتوما انا تنيتها 2 مرات وغادي نسرحها من الجهتين وغادي نعاود نتنيها مره ثانيه، يعني بحال اللي كندير 4 ديال التنيات. المهم هنا راه بديت كنشبك. غادي نوريكم هنا الطريقه ديال يعني بطريقه كيفاش كنشبك. يعني طريقه درت معكم الطريقه العاديه والمبسطه اللي كيعرفها اي واحد بلا تعقيدات بلا حتى شي حاجه. وانتم الا عندكم شي طريقه اللي كتقنوها واللي كتجيكم سهله تقدروا تعتمدوا عليها. المهم هنا ما استعملت لا اله ديال الفرد او لا الاله ديال لي بات ولا ديال نودل اللي كنسرحوا بها العجين. صافي انا كنعرف القياس ديالي. الا كانت عندكم داك الاله تقدروا تستعملوها. انا عندي ولكن كل عام كنستعملها. دابا هاد المره هذه قلت غادي نستغنى عليها لان عارفه القياس ديال العجينه شحال خصني نخليها السمك ديالها. وكذلك حتى البنات اللي ما عندهمش يقدروا يعتمدوا على الطريقه التقليديه اللي حنا عارفينها. هنا كيف كتشوفوا كندير 6 كندير 6 ديال يعني كندير 5 ديال الشريطات، والسادسه هي اللي نقطع فيها باش هكا كيجيونا 6 ديال الشرائح. دوك 6 شرائح الطريقه باش كنتنيها هي هذه. كنتني 2 على 2 من هذه الجهه، كناخذ الجهه الاخرى كنتني 2 على 2. انا غادي نقد معكم يعني 2 على 2 على 2. كيجي بحال اللي كيجيونا 3 في هاد الجهه و3 في هاد الجهه. كنجروها باش كنخويو لها داك الوسط ديالها وكنقبطو من اللور كنضغطو على دوك الحاشيات اللي بجوج وصافي. وهكذا الشباكيه ديالنا كتجي مشبكه بهاد الطريقه هذه طريقه زعما سهله ومبسطه. الجوانب اللي كيبقاو لنا
زايدين نقدروا نحيدوهم هكا بواحد السكين اولا بداك الجرار اللي كنستعملوه وصافي. وهذه الطريقه باش كنشكلوا الشباكيه ديالنا. انا كنحاول نديرها البنات صغيره، كتعجبني شباكيه صغيره، ما كتعجبنيش هذيك الكبيره. داكشي علاش غتشوفوها هكا شباكيه صغيره. صافي كيف ما كتشوفوا كنعاود معكم نفس الطريقه، كنديروا جوج على جوج على جوج، هما 6. كنقبطوا داك الجهتين اللي من الوراء، كنتنيوهم بحال هكذا وكنضغطوا عليهم وصافي. وكنحلوا الشباكيه وكتجينا هكذا مشكله بطريقه سهله وبسيطه. هذه هي اللي كنعتمد عليها. وكتحاولوا تضغطوا الوسط باش هكا كتجيكم عاطيه داك الشكل مزيون صافي. وكنحيدوا الجوانب اولا دوك الزوائد. هذه هي الطريقه البنات اللي كنعتمد عليها. اولا كندير ديال 6 ديال 5 ديال 5 يعني ديال التقطيعات. في الخمسه كنقطع، وهذيك الطريقه كنهز وحده وكنرخي وحده، نهز وحده ونرخي وحده وصافي. وكيبقاو لي 3 في يدي وجوج طايحين وصافي. وكنقلبها. هذيك الطريقه راني شاركتها معكم في الفيديوهات السابقه. المهم في اليوتيوب راه كاين تبارك الله بزاف ديال الانواع ديال الطريقه ديال التشباك ديال الشباكيه. المهم غادي نستمر هكا حتى نكمل الخليط اللي عندي، ومن بعد غادي ندوز باش نقليو الشباكيه ديالنا. كيف كتشوفوا راني ساليت كلشي. المهم تبارك الله حطات لي تبارك الله تقريبا 2 بلاطويات صافي. غادي نبدا دابا نقلي. هنا من بعد ما ساليت الشباك خليتها هكا في البلاطو كتنشف. من الاحسن تخلوها تنشف مزيان عاد كتقليوها. هنا صافي سخنت الزيت. العسل صافي كنت حضرتها بليله قبل، يعني عسل منزلي. دابا نخلي لكم الطريقه ديال التحضير ديالو. صافي وجدت المسائل ديالي اللي غنحتاج كلها حدايا وغادي نبدا نقلي. في الاول كتكون عندي الزيت كتكون شويه سخونه. من بعد ما كنحط الشباكيه كنقص لها النار وكنخليها على نار هادئه وكتقلى من الجهتين. كل مره كنقلب، يعني ما نملش انني نبقى كل مره نقلب ونشقلب حتى يعني كطيب لي الشباكيه من الجهتين. ملي كنشوفها كتحمر صافي كنهزها وكنصفيها من الزيت وكنحطها في العسل. العسل البنات اللي تكون بارده ما تكونش سخونه، واياكم واش تسخنوا العسل. العسل تكون بارده هكذا باش ملي كنحطوا الشباكيه كتشرب لنا العسل بزاف وكتجينا هشيشه وبنينه. صافي غادي نستمر هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. كيف ما كتشوفوني كل مره كنقلبها من هاد الجهه وهاد الجهه حتى كتحمر مزيان من الجهتين، وهكذا كطيب على نار هادئه وكتجيني يعني طيبه كيما من برا كيما لداخل وكتجي مجعبه وشاربه العسل. صافي غنسالي هاد الكميه هذه كيف ما كتشوفوا. وفاش نشوف الكميه مثلا اللي قربت نحيدها اللي كتقلى كنهز هذيك اللي كتكون في العسل كنهزها ونحطها في داك الشبكه. كندردر عليها شويه ديال الزنجلان اللي كيكون محمر من قبل وصافي. وكندير الكميه الاخرى تقلى. من بعد ما كتقلى كنحطها في الزيت في العسل وكنخليها تشرب العسل حتى كنسالي القليه الاخرى. هكذا كنمشي حتى كنسالي الكميه اللي عندي. وهكذا البنات الشباكيه ديالنا من بعد ما عسلناها واستفتها في صحن تقديم. شوفوا كيفاش كتجي. المهم هنايا عاودت رشيت عليها شويه ديال الزنجلان وزينتها بشويه د الورد. الا كنتو هكذا بغيتو تقدموها للضيوف الا كان عندكم ضيوف. المهم هذا كيبقى هذا تزيين اختياري، ولكن الاهم من هادشي كله هو المذاق ديال الشباكيه كيفاش كتجي. صراحه مذاق روعه ما تشبعوش منه. الشباكيه ديالي يعني اللي ذاقها كتعجبو صراحه الله. يعني ماشي كنشكر في راسي ولا، ولكن الشباكيه ديالي من النهار اللي درتها اللي كيذوقها عندي ولا كنذوق شي حد كتعجبو. ودائما كيقولوا لي شنو كديري فيها. صراحه كتجي زوينه وكتجي هشيشه. وعسل منزلي، يعني تقدروا تحضروا عسل منزلي يعني وكتجيكم المذاق زوين. غادي نحاول نحط لكم الفيديو ديال العسل اللي حضرت معكم اللي باش حضرت بها الشباكيه. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه، كتجي غزاله البنات، كتفرتت غير بوحديتها والمذاق كيجي روعه روعه روعه. بداك المسكه الحره اللي درنا، بداك زعفران شعره بالعسل كذلك اللي من السم. غادي نخلي لكم الطريقه ديال التحضير ديالو كيفاش. داك العسل كيجي كانكم درتوا العسل الحره، كتجي غزاله. ولا ما قدرتوش تحضروا العسل تقدروا تشريوا العسل اللي هي واجده. المهم البنات هذه الوصفه ديال الشباكيه ديال عالم عزه في المانيا. هذه الشباكيه ديالي المعتمده عندي. كنتمنى طريقتي تكون نالت اعجابكم. تجربوها وتردوا عليا الخبر.
نلقاكم فيديو اخر وموضوع جديد، ونقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله نتوما والاسر ديالكم فين ما كنتو.